اولا هنيئا لك اطار وطني بلوغ هذا المشهد الختامي، وهذا امر يشرفنا كاعلاميين مغاربه اكيد. بغيت نعرف الاحساس ديالك وانت تواجه المنتخب المغربي في المباراه النهائيه. الان خطوه واحده تفصل سواء المنتخب الاردني او المغربي على اللقب. ثانيا اكيد الحضور الوازن للمدرب المغربي في النهائي المباراه النهائيه بلمسه مغربيه 100%. هذا اكيد يؤكد او يعزز مكانه المدرب المغربي سواء على الساحه الاقليميه والافريقيه والعالميه. شكرا. أنا نوضح جوج ديال الاشياء، بعدين ممكن نحكيو على الامور الاخرى. هو انه لا احد يشكك في حبي للمغرب ويعني واعتزازي بمغربيتي. بطبيعه الحال انا منتوج كره قدم مغربيه كلاعب وكمدرب. التكوين اللي حصلناه هو اللي خلاني اليوم نكون متواجد في هذه المنصه. الاطر المغربيه أبدت كفاءتها منذ مدة، ولكن الآن تظهر بقوة نظرا للثقة التي منحتها من طرف المسؤولين لا في المغرب ولا خارج المغرب، وهذا شرف لنا أننا نمثل المغرب في أحسن تمثيل. ثم المسألة الثانية هو لا أحد ممكن أن يشكك في أمانتي يعني وفي إخلاصي في عملي. أنا قائد المنتخب الأردني وأبحث عن التتويج في هذه المباراة إن شاء الله. سنواجه المنتخب المغربي لأنه وصل للنهائي ويستحق يكون في النهائي. سألعب ضد صديقي وأخي طارق اللي سنتمنى له كل التوفيق. وبالنسبة لي طارق من الناس الأفضل في المغرب كمدرب.